لو انت ضعيفة في عمل الحلويات وكل ما تعملي الحلويات تطلع مش مظبوطة معاكي، يبقى امشي ورانا وانت هتكسبي، وتابعي الفيديوهات بتاعتنا كل يوم. صدقيني هتبقي اشطر شطورة في عمل الحلويات. يلا بينا النهاردة يا اصدقائي نعمل صنف جديد اتمنى ان هو يعجبكم، رول الكيك، وبيطلقوا عليه اسم السويس رول. يلا بينا يا اصدقائي، هنعمله بتكاليف اقتصادية ومن قلب مطبخك، يعني ما تشيليش الهم. وان كان على المقادير هسيبها لك في الوصف، بس الوصف ده يا اصدقائي بيبقى في الفيديو الاساسي مش في فيديوهات الشورتس. ولو رحت هناك ولقيت الفيديو لسه منزلش يبقى بيحمل وهينزل خلال وقت قصير. يلا بينا بقى نعمل السويس رول ده مع بعض، واتمنى ان هو يعجبكم. وما تنسوش اختكم في اللايك بالله عليكم، اختكم مرودي. وصدقيني الكل هينبهر من شطارتك في عمل الحلويات، بس انت اعملي لايك ومتابعه. ونسيت اقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، النهارده اول رجب. يلا بينا بقى نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو على طول. معانا بيضه واحده و100 جرام من السكر، يعني كوبايه ونص. وكمان معانا 10 جرام من الفانيليا ما يعادل كيسين 2، و40 جرام من النشا يعني 3 معالق معانا كبار، و400 ملي من اللبن الحليب يعني كوباية إلا حاجة بسيطة. وكل المقادير اللي قلناها مع بعض هتطلع على النار على طول علشان نعملها زي المهلبية، ونتنينا نقلب فيها بالراحة عشان ما تكتلش. هنسيبها تبرد نص ساعة. يلا بينا بقى على عجينة 30 جرام من السكر يعني نص كوباية، وبياض بيضة واحدة، وهنقلب فيهم شوية عشان يتجانسوا. وكمان معانا 30 جرام من الزبدة ما يعادل 3 معالق، والزبدة اللي انت تحبيها، بس انا افضل تبقى فرن عشان مخصصة للحلويات. وهنقلب العجين ولازم نقلبه، وننزل بقى بال30 جرام من الدقيق ما يعادل كوباية ملان على اخر. ولو وصلت لغاية هنا يا قمرايا بالله عليكي تعذريني، عشان فيديوهات الشورتس بتحتاج تحميل قليل، ولازم اقول لكم كده في كل فيديو. هتروحي قسم الفيديوهات هتلاقي الفيديو بالكامل هناك، بس بالله عليكي اوعي تنسي اختك في الله مرودي في اللايك، وتابعينا عشان اللي جاي يستاهل وجود الامارات معايا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، اختكم في الله مرودي، والسلام عليكم.